معلومات من مصادر موثوقة تأتي في إطار هذا التصعيد الذي يمارسه النظام الجزائري ضد كل ما له علاقة بالمغرب، حتى لو كانت هذه العلاقة ما عندهاش حتى ذنب لصاحبها. مثلا واحد ولد في المغرب، جده والد في المغرب في أيامات الثورة أو باباه، صار هذا الأمر مجرم لدى النظام. تخيلوا واحد جده زاد في المغرب وهو جزائري يعتبر جريمة، واحد جده مغربي أبو أمه وأمه تزوجت بوالده جزائري أصبحت جريمة في نظر النظام. قد يسأل سائل منين جبت هذا الكلام؟ أنا أقول لكم معلومات من مصادر موثوقة، وهذا الأمر بدأ منذ فترة. عملية ممنهجة لطرد العسكريين في قوات مختلفة عندهم أجدادهم إما ولدوا في المغرب حتى لو كانوا جزائريين، أو أنهم مغاربة جدوا من الأم. تخيل واحد أمه باباها مغربي وتقرأها أمها مثلا جزائرية، ومن زمان ربما باباها هذا ولد في المغرب فقط وعاش كل حياته ومات في الجزائر. الآن حفيدها وابنها وحفيده ليس له الحق أن يبقى في المؤسسة العسكرية، فتم طرد العشرات من العسكريين من قوات الدرك، من الاستخبارات، من كثير من الأمور، مساكن في صمت لا يتجرؤون على الكلام، لأن جده إما مغربي أو جزائري ولد في المغرب. شوف وين وصلنا، شوف وين وصلنا. في حين أنه الأمين العام لجبهة التحرير هذا البعجي زوجته مغربية، راحوا جنسوها له. فيهم مسؤولين جزائريين بناتهم متزوجين مع مغاربة ولا تكلموا، بل فيه مسؤولين جزائريين متزوجين بمغربيات ولا تكلموا عليها. الآن توصل لدرجة تفتش في أرشيف ما ذنب هذا العسكري اللي يخدم في الجيش ولا يخدم في الدرك ولا يخدم في المخابرات أو شيء من هذا القبيل، أنه جده ولد في المغرب ولا راه مغربي وبعدين هو جزائري يحمل الجنسية الجزائرية، ولد على تراب الجزائر، تربى ودرس في المدرسة الجزائرية. ما ذنبه أنه أمه أصلها مغربي أو أنه جده ولد في المغرب؟ كثير من الجزائريين ولدوا في المغرب. بوتفليقة حكمكم وركعكم وضعكم تحت أقدامه على مدار 20 عام، بل حطكم تحت كرسي نتاعو المتحرك وهو مولود في وجده. بل عبد القادر بن صالح مغربي، بن بلة قالها بنفسه مغربي، وزير الداخلية من قبل، يعني يراهم كثير من المسؤولين يا مولودين في المغرب يا أصلهم مغاربة. الآن توصل إلى هذه العملية غير المسبوقة. حقيقة أن مصادري لما حكيت لي هذا الأمر، وهذه مصادر من عمق جهاز أمني، تحدثت من أنه بدأت العملية في جهاز المخابرات، ثم بعد ذلك لجأت إلى القوات الأخرى. عملية ممنهجة، فيهم ناس جدوا، فيهم أشخاص جدودهم مغاربة، وفيهم آخرين ما همش مغاربة جزائريين لكن ولدوا في المغرب مثل بوتفليقة، تم طردهم بلا حقوق. وعلاش؟ كاين اللي قالوا لهم علاش ما بلغتوش؟ كيفاش راح نبلغ؟ أمي جزائرية، باباها مولود في المغرب، كيفاش هذه نعتبرها جريمة؟ خبرتونا ولا شيء. هذه يديروا فيها بواحد الطريقة عجيبة وموجودة، بداها حتى هذاك نتاع الجنرال والحاج نتاع الدرك الوطني. هذا الفاسد الذي يمارس واحد الممارسات في الدرك الوطني عجيبة وغريبة، يطرد في الناس، يقطع لهم خبزتهم، يدير أوامر بأنهم ما يأخذوش حتى تقاعدهم. يعني من سيوقف هذا السفاح، هذا اللي ملفه أسود في الأماكن اللي يخدم فيها؟ روحوا شوفوا باش كان يدير في الحدود، كيفاش تورط مع الناس متاع التهريب وما إلى ذلك من هذه الأمور. لكن ما يهم الآن أنه يوصل الحال بجيش يصفي نفسه من جزائريين عندهم أشقائهم معارضين للنظام أطردوه، جزائريين عندهم خاوتهم في الحراك الشعبي روحوا ديروا لهم مشاكل، جزائريين يصلوا متدينين هذا ما عندهم يشكلوا خطر بالتطرف الديني أطردوهم. ذرك وصلوا الجزائريين جدوا مولود في المغرب أطردوا. يعني لما حكوها لي والمصدر تاعي حكاها لي، قال لي حدثت في جهاز المخابرات، بدأت هناك وبعد تمدد، وهذا مصدر يعني مستواه كبير في الجزائر العاصمة وعنده اطلاع، يعني ما تقدرش تتصور إلى اطلاعه على هذه الأمور. يعني راه حكانا العجب العجب. إذن إخواني الكرام، ما يجري حقيقة مؤسف وموجع ومفجع
يعني يصبح يعني لو الجزائري هذا العسكري هذا دار مخالفة خطأ معليش يتحاسب، ولكن ما توصلش لدرجة أنك تقطع له خبزه. دار خطأ كبير ترجعه البيت وخليه يأخذ تقاعده. يعني توصل تطرد واحد عنده 4 أولاد وعنده عائلة ترميه من العمل، تنحي له التأمين، ما تعمل له حتى أجر. يعني بالله عليك كيف راح يصرف على العائلة هذه؟ واحد تلقاه قاضي قعد في الجيش في 20 سنة ولا قريب 25 سنة وهو بعزته وكرامته، فجأة يطردوه ويخلوه ذليل بين أهاليه. كيفاش تعود تعطي قيمة إلى المؤسسة العسكرية؟ والآن تلجأ يفتشوا في الأرشيف هذا جده والد أمه راهو مولود في المغرب، ولا والد باباه راهو مولود في المغرب. يوم بعد الناس يجوا من بلادهم يصيروا وزراء في كندا، في بريطانيا، في فرنسا، صبحوا حتى مستشارين. رشيدة داتي صبحت وزيرة العدل حافظة الأختام في رئاسة الجمهورية، وانت تعرفوا أصلها. ما جاش قالوا لها أنت راكي أصلك جزائري ولا أصلك مغربي ولا أصلك موزمبيقي وجيتوا. ساركوزي أصلا ماهوش أصله فرنسي، وصل أصبح رئيس الجمهورية. وروح كثير من المسؤولين راهم وصلوا مناصب، بل أنه الجاليات مختلفة بمجرد عنده الجنسية يعمل في الأجهزة، يعمل في الإدارات، يعمل كذا، فيهم قضاة فيهم كذا، ولا يسألوهم. أنت تجي الابن جزائري أب عن جد، ذنبه أنه والده أو جده ولد في المغرب تطرده من العمل. هذا عمل مافيوي، هذا عمل يعبر عن فوبيا حقيقية لدى النظام الجزائري تجاه المغرب. وأنا عندما علمت بهذه المعلومات منذ فترة ما حبيت نتحدث عليها، ولكن لما بدأت تتصاعد وفيه ناس عندهم أولادهم وطردوهم، أهل الأوان أن نتكلموا عليهم. المؤسسة العسكرية ليست ملك الشنقريحة ولا ملك الحاج ولا ملك جبار مهنا ولا ملك تبون ولا ملكي أنا لو بقيت فيها، لأنه لو بقيت فيها راني جنرال حقيقة، يعني ولا ملك أحد. المؤسسة العسكرية عندها قوانينها، واحد يعمل فيها راهو يخدم. تروح تلقى له جده مولود في المغرب ولا مغربي تروح تطردوه. والغريبة يطردوهم لا حقوق ولا تقاعد ولا شيء، رغم أن التقاعد حقه. راهو كان يعمل ويدفع في ثمن تقاعده، راهي فلوسه كان يدفع فيها من قبل، وخلاص بعد يدي التقاعد راهو يأخذ فيه الأموال نتاعه. يعني شوف الحالة اللي وصلنا لها. مؤسف جدا أن يصل حال الجزائر أنها تصير تمزق في جلدها بنفسها، تضر بأبنائها، تضيع أولادها، تحط منهم مستقبلهم بفوبيا المغرب. لو كان هذا الشخص دار غلط لقيته تواصل مع الأجهزة المغربية، من حقك تقدموا للمحاكمة، وإذا ثبت عليه الأمر بالدليل معليش. لكن تطرد بقرار لا قضاء ولا أي شيء. بابها جده مغربي يروح، جده مولود في المغرب روح لدارك، يعيطوا له فجأة نروح هز الباكاج تاعك وروح تروح. ما ولتش دولة هذه. من المفروض حتى كون يخطئ خطأ يتعاقب، يتأخر في ترقيته في الرتبة، يتنحى لك المهام نتاعو، تحطه في بلاصة أخرى وتخليه يمارس مهامه. علاش تضيع له مستقبله؟ ما ذنب أسرته أولاده وزوجته عندهم ذنب أنه جد أبوهم ولد في المغرب؟ يعني شفت الحالة اللي وصلنا لها. فوبيا المغرب وش دارت فيكم يا جزائريين بسبب هذا النظام العسكري الرخيص البائس بمعنى الكلمة، الذي لا يحترم قوانين ولا يحترم مواثيق ولا يحترم عهود ولا يصنع مستقبل للبلد. انت تلقى اولادهم راهم متعينين يعملوا في الاجهزه الاستخباريه ومتزوجين بمغربيات وما تطردهمش. زوجته مغربيه اللي يدخل معاها الغرفه نوم وعايشه معاه توكل فيه وتشرب فيه راهي مغربيه. البعجي هذا اللي يقود في حزب جبهه التحرير زوجته مغربيه، وجنسوها هنا عندها فطره صدر مرسوم تم تجنيسها. هذا فقط، يعني هذا ما تكلموش عليه. واحد جده مولود في المغرب يطرد من العسكر لأنهم يستهدفوا في الزواولة، واللي ما عندهمش كتاف، لأنه جنرالات حقارين. لأنه لو كان جنرالات يحترموا القوانين لا روحوا طبقوا على أولادكم أنتوما اللي يروحوا للخارج وتلقاهم عندهم علاقات مشبوهة كل ويهربوا في الأموال وكذا، ما يهدروش عليهم. يجي واحد زوالي على روحه يخدم على أسرته، جده مولود في المغرب ولا مغربي أطرد واقطع له القسم نتاعه واقطع له مستقبله ودمره بهذه الطريقة.
أعتقد أن ما يحدث مهزلة حقيقية يجب أن تتوقف، ولن تتوقف إلا بكشف هذه الممارسات، وسنبقى لها بالمرصاد ما دام بنا عرق ينبض، لأننا نرفض الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم الذي حرمه الله على نفسه قبل أن يجعله بيننا محرما، بل أن البغي والظلم من الأشياء التي يدفع فيها الإنسان ثمن في الدنيا ولا يؤجل إلى الآخرة، إلى جانب عقوق الوالدين وإلى جانب قطع الأرحام. 3 أشياء ربي ما أجل العقوبة لها إلى يوم القيامة، بل ينال الناس جزاءهم في الدنيا. واعتقد الممارسات التي والظلم الذي يمارسها الجنرالات سيدفعون ثمنه في الدنيا، وإن نجوا سيدفع الثمن أبنائهم، فالحق سيبقى حق. وإن كان الآن جنرال الفلاني ولا العلاني راه متسلط وأولاده يعيثون في البلاد فسادا، تأكدوا يقين أنه سيرحل، وحينها سيحاسب كل من أجرم بحق الجزائريين وبحق المال العام وأساء لقيمة الجزائر وقامتها.